محمد الحلو في خيمة السيرك القومي، وقبل نهاية العرض كان تارك مشهد مفزع مملوء بدماء مدربه ومربيه محمد الحلو، لتصبح حكايتهم مقولة شعبية تتردد مع كل من يعرفها. الحلو أكلوا الأسد. اشتهر محمد الحلو بسمعة كبيرة وواسعة في تدريب الأسود بالسيرك القومي في العجوزة، وهو حفيد محمد الحلو محمد علي الحلو مؤسس سيرك الحلو الشهير. كمان كان بيعمل دوبلير في السينما، وكان بيعمل المشاهد الخطيرة في الأفلام السينمائية بدل من الأبطال، وخصوصا بدل الفنان فريد شوقي، واللي كان بمثابة نفس الطول والهيئة. وكمان الدرس المستفاد من انتحار سلطان الأسد ندم على الجريمة اللي عملها. تبدأ الحكاية بين الأسد سلطان والحلو لما الأسد كان شبل صغير وعايش في بيت مربيه بيأكله بإيديه، وكان عمره شهر لا ياكل إلا الأكل المطهي، ويلعب مع أولاد محمد الحلو الأولاد الصغيرين. لكن بعد مرور شهرين فشلت تجربة الحلو لما الأسد غلب عليه طبعه المفترس، وكل المحاولات للاستئناس فشلت لما الأسد تمرد على المحاولات وعاد لطبيعته المتوحشة الغريزية. كان سلطان من أكتر الأسود شراسة، ودي قصة مصرع محمد الحلو ومصرع الأسد لما كانت البداية. الأسود الخمسة اسمهم غضبان ومحروس وشقي وسلطان وجبار. الأسود الخمسة كانوا في عرض في السيرك، ومحمد الحلو كان بيجري وراهم ويدخلهم من الممر الحديدي واحد ورا واحد. فكلهم دخلوا من الممر الحديدي وجريوا من الحلبة بتاعة السيرك، وجه دور الأسد سلطان علشان يخرج، ولكن الأسد انتهز فرصة كان بيقوم فيها الحلو بإخراج الأسد شقي، وبدل من الدخول في الممر هجم على محمد الحلو من الخلف ونشب أظافره في جنبه، ودي أكتر من مرة حصلت، وقتل سلطان الراجل الوحيد اللي كان بيعامله بمنتهى الود والإنسانية. كان في محاولات كتير لإنقاذه، وفي غمضة عين دخل الحلبة ابن محمد